السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا دايما في احسن صحة في افضل حال. ايه رأيكم نعمل الزيت في البيت؟ ايوه، زي ما سمعتوني كده بالظبط، ما تستغربوش، انا عملت الزيت في البيت. دي تجربة انا شفتها بالفعل، يعني على في فيديو كده، وحبيت اجربها معاكم. وخاصة بعد ما سعر لتر الزيت عدى 70 جنيه دلوقتي. وغير كمان ان معظم الدكاترة دلوقتي بينبهوا وبيحذروا جدا من استخدام الزيوت النباتية المصنعة، لانها طبعا غير صحية، وكل الدكاترة دلوقتي بيقولوا لنا ان احنا نحاول نلاقي بديل صحي طبيعي للزيوت اللي هي الصناعية او الزيوت المصنعة. بصراحة لما جربت الوصفة فعلا نجحت معايا جدا، وهقول لكم طريقتي عملتها ازاي، وهقول لكم ايه النصايح اللي تتبعوها عشان تطلع معاكم كمان ازاي نعمل سمن بلدي طبيعي بدون طبعا اي تكلفة نهائية تذكر. انا هقول لكم استخدمت ايه بالظبط، ومش هتصدقوا انا عملت الوصفة دي من ايه. تابعوني لاخر الفيديو، واتمنى الوصفة بجد تعجبكم، واتمنى توفر عليكم شوية في ظل الغلاء اللي احنا فيه. اللي معايا دوت عبارة عن دهون بتاع دهون حيوانية، دهون من اللي بنشتريها من الجزار. انا جبتها وفرمتها بالشكل ده بعد ما غسلتها كويس ونشفتها فرمتها. ده معايا كده نص كيلو، انا جبته كتجربة علشان اجرب الوصفة، لان طبعا زي ما انتوا عارفين ان ريحة الدهن لما بتسيح ريحته متبقاش لطيفة. وكان اجدادنا بيعملوا الوصفة دي زمان وبطلوا يعملوها. لكن انا شفت يعني استحدث عليها فكرة او ليها اضافة كده بتغيرها تماما، وبتنقلها من دهون كده زي ما احنا عارفين بنسيحها وبناخدها نطبخ بيها، لسمنة بلدي ممتازة جدا، ريحتها حلوة قوي وطعمها حلو. وكمان في الاكل اقتصادية وموفرة عن الزيت بكتير، غير ان هي بديل صحي تماما. يعني كل الدكاترة دلوقتي والدراسات العلمية الحديثة اكدت ان الدهون الحيوانية مش بتضر الجسم زي الزيوت النباتية اللي هي مصنعة. سبحان الله، كل ما نرجع للطبيعة كل ما تبقى الحاجة أحسن وأفيد للإنسان. بفرم الدهن بالشكل ده كده، أو بتقطعيه قطع صغيرة، أو بتبشريه مبشرة لما يكون بس جامد شوية. المهم يبقى معاكي قطعة صغيرة. ده بس كده نص كيلو عشان تجربة قدامكم، وأشوف فعلا يعني هتنفع ولا لأ. طبعا هو سعره لا يذكر من عند الجزار. بس انصحك لما تيجي تشتريه قوليله انا عايزه دهون بيت الكليه. ما تجيبيش اي دهن وخلاص، دهن بيت الكليه. بضيف عليه هنا 3 فصوص من الحبهان كده فتحتهم، علشان طبعا اي دهن في الدنيا لما بيسيح لازم بيبقى له ريحه كده مش لطيفه. وكمان بحط معاه ورقتين لورا، وبسيب الدهن على نار هاديه ان هو يسيح معايا كويس لحد كده. تمام. انا كده مش متكلفه اي حاجه، يعني هو الجزار ممكن يديك النص كيلو تقريبا ب10 جنيه او حاجه زي كده، مش بفلوس. ولو في عيد اضحى او حاجه هتلاقي الدهن ده، يعني لو انتوا عندكم اضحيه هتلاقيه ببلاش يعني. فممكن تطلعي كمان كميه. انا ان شاء الله باذن الله بعد ما جربت الوصفه هعملها بعد كده بكميه كبيره يعني. دلوقتي الدهن ساح معايا في وجود الحبهان وورق اللورة بالشكل ده كده. تاني اضافة بقى دي اللي هتحولك الوصفة تماما من ان هو دهن كده سايح وبنطبخ بيه وتقيل لسمنة بلدي طبيعي 100%. ده وش اللبن، انا كده بجمعه في علبة عندي في التلاجة. آه كل يوم بغلي اللبن وببرده، بعد ما بيبرد بيعمل معايا وش. واحنا في البرد اليومين دولت ما شاء الله اللبن كله او الحليب بيبقى ليه ما شاء الله الدسم بتاعه عالي جدا. فبتجمعي اللبن، ان وش اللبن كده كده الولاد ما برضوش يشربوه، يعني مش بنستخدمه في حاجة. فكده عندي حاجتين احنا اصلا مش بنستخدمهم، ومش بنشتريهم بفلوس. كده كده بنشتري الحليب للولاد، فبنشيل وشه، والدهن من عند الجزار ممكن حتى يديهالك ببلاش. فكده حاجتين ببلاش احنا عملنا منهم سمنة بلدي جميلة جدا، وبديل صحي وموفر جدا للزيت. غير كمان ان طعمها بيبقى حلو جدا في الاكل. 10 دقايق تقريبا ولقيت اللبن مع السمنة، او وش اللبن او القشطة بدأت مع السمنة اللي عندي او الدهن اللي عندي بدأوا يعملوا معايا الشكل ده، وبدأت ترسي كده. ايدك فيها بقى وتقلبي لحد ما تشيلي كل الحاجات اللي اتجمعت دي وترسبت في القاع بتاع الحلة، لحد لما كله ما تلاقيش اي حاجة لازقة معاكي. كل الشغل ده على نار هادية.
تمام. انا كنت خايفة من فوران القشطة او وش اللبن، فطبعا استخدمت حلة كبيرة قوي، ولكن طبعا الامان احسن يعني. في الاول كده هتشموا ريحة مش لطيفة، بس بعد كده كملوا معايا للاخر ونشوف هنعمل ايه علشان الريحة بتاعتنا دي تروح خالص. انا كملت في التقليب لحد لما شايفين فصلت معايا خالص وبدأت تطلع فعلا الزيت بتاعها او السمنة بتاعتها. ولكن المرتة او البواقي بتاعة الحليب وبواقي الدهن، هو ده تقريبا كلها بواقي حليب. لما قلت لكم دهن البيت الكلية ده ما بيبقيش حاجة خالص، ما شاء الله كله بيدوب تماما. من انضف الدهون اللي موجودة في البقر والجاموس، احلى حتة دهن تاكليها بتدوب وما تعملش بواقي كده في البق. خلاص هي فصلت معايا كده الزيت. اعبي بقى الزيت بتاعي على كده او اعبي السمنة بتاعتي على كده؟ لا، اوعي تقعي في الغلطة دي. لسه السمنة بتاعتك ما استوتش. بتستوي امتى؟ لما تسيبيها كمان 10 دقايق، لما تلاقي البواقي معاكي بقت باللون الذهبي البني ده. بتلاقي لونها بقى بني ذهبي، وتلاقيها حجمها قل خالص ورست جدا، وكمية الزيت اللي خارجة منها اتضاعفت تماما يعني. خلاص طلعت كل اللي فيها، مش بس كمان ان هي طلعت اللي فيها، لا استوت. السمنة مستوية، ملهاش اي ريحة وحشة تماما، اي ريحة مش لطيفة او مش عاجباكي فيها م- راحت تماما. بقت عندي سمنة مستوية زي الفل، ريحتها حلوة جدا جدا جدا، وطعمها يبقى معاكي في الاكل تحفة. بجد الوصفة دي بجد يا بنات موفرة جدا جدا وحلوة، واتمنى كلكم تجربوها فعلا. اخر اضافة هضيفها وهي نص كوباية من زيت الذرة. ليه بقى ضفتها؟ انتوا عارفين ان قوام الدهون بيبقى قوي شوية، يعني ريح الدهن بيبقى مدهن قوي. فانا عايزة افك الدرجة القوية بتاعة الدهن دي واخليه مرمل شوية. الترميلة دي هتجيله منين؟ او النعومة الزايدة دي هتجيله منين؟ من نص كوباية الزيت. انا ندمت على الخطوة دي، وهقول لكم في اخر الفيديو انا ندمت ليه. بعد ما دوبت كوباية الزيت واخدت غلوة كويس مع الخليط بتاعي، سبته حوالي 10 دقايق بس كده يهدى. انا عايزاه دافي مش عايزاه بارد. 10 دقايق دول هيخليه يرسى معاكي خالص ويرسي. وهنبدأ دلوقتي نعبيه في البرطمانات بتاعتنا. البرطمانات مغسولة كويس وحطاها في فرن سخن، اتعقمت. وبعد كده هبدأ اعبي فيها السمنة بتاعتي او الزيت بتاعي. هي هتبقى سمنة يعني، هو مش زيت، هو قدامكم زيت كده وهو سخن، ولكن هي هتبقى سمنة بلدي في منتهى الجمال. بجد جربوها مش هتندموا، مش هتكلفكوا حاجة. واعملوا زي ما انا عملت كده نص كيلو، وحوشيلك قيمة اسبوع كده من وش اللبن او 10 ايام كده وش اللبن. حوشيه كده في اي حاجة عندك. وبعد كده اعملي الوصفة زي ما انا عملتها، والله هتوفري على نفسك كتير جدا، وكمان هتخلي طعم الاكل عندك حلو قوي لان انت طبخة بسمنة بلدي. بدأت اعبي البرطمانات، حسيت ان كده اسهل. هي خلاص رست، مش محتاجة معايا مصفى. انا توقعت ان احتاج المصفى، بس ما احتاجتهاش غير في الاخر خالص لما انا بصفي البواقي ديت. ولكن في الاول انا استخدمت كده على طول من غير مصفى. ما شاء الله زيت صافي وراسي جدا ورايق قوي قوي قوي، مفيش فيه اي لون ولا اي حاجة متعكرة، حاجة طبيعية 1,000,000%. صحي 100%، مفيش فيه اي اضافات ولا الوان ولا اي حاجة من اللي بيحطوها في المصانع. حاجة انت عاملاها في البيت على ايدك، محترمة، حاجة محترمة. دي طبعا هنستخدمها في ايه بقى؟ هي سمنة بلدي جميلة وكل حاجة، ولكن ما ينفعش نستخدمها في الحلويات طبعا. ما ينفعش نستخدمها في شغل الكيك او شغل اي حاجة مخبوزات حلويات حاجات من دي، لا مش هتمشي معاكي. هي هتمشي معاكي في ايه؟ في الطبخ. هتعملي منها طواجن، تعملي منها صواني، تعملي منها خضار، تعملي منها برامات، اعملي بيها صواني هتدخل الفرن. استخدميها. سمنة بلدي جميلة في الطبخ، ولكن بلاش طبعا تحمير، بلاش حلويات، بلاش الحاجات ديت، هتبقى طبعا مش لطيفة لان فيها دهن حيواني. وطبعا مهما عملنا له اثر وليه طعم، فبس طعمه ده بيبقى حلو قوي في الطبخ، كأنك طبخة بلحمة، كأنك طبخة بحاجة. الأكل بيبقى غني كده وطعمه جميل. شايفين السمنة مرملة وزي الفل ولونها أبيض، ما شاء الله عليها، بجد حلوة حلوة حلوة. أنا ندمت على إيه بقى قبل ما أقفل الفيديو؟ ندمت إن أنا ما خليتش النص كوباية كوباية. لو تلاحظوا البرطمان الأولاني ده ما كانش مكتمل، أنا كملته بشوية زيت، بقى مرمل أكتر من البرطمان التاني. فلو تحبوا السمنة مرملة قوي، خلوا النص كوباية زيت اللي أنا ضفتها
خلوها كوباية. كده الوصفة بتاعت النهاردة تكون انتهت. اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى تكون قدمت لكم فكرة جديدة تخف عليكم من عبء الايام اللي احنا فيها ديت، وربنا ييسرها علينا جميعا. وان شاء الله اشوفكم بفكرة جديدة وفي فيديو جديد. سلام.